شايفين يا حبايبي طبعا القرص الجميلة دي؟ اه ايوه، انا اللي عملتها باقل التكلفة والمكونات بجد وبطعم جميل. شايفين اصلا هشة بقطنية ازاي؟ حاجة في البيت كده مضمونة وجميلة واحسن من اي مخبز بجد. بجد من حلاوتها مش قادرة اقولكوا جميلة ازاي. تحفة فوق ما تتخيلوا. اظن ان هو واضح، يعني مش محتاجة اتكلم عنها. محشية عجوة كده وجميلة. حاجة كده فاخر من الاخر زي ما بيقولوا. يلا بينا اقول لكم المكونات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم في قناة فكرتنا في مطبخنا مع افكارنا الجديدة وصفاتنا المتنوعة. المقادير سهلة جدا وبسيطة. معايا كده كوباية ونص مية وكوباية لبن ونص كوباية سمنة بلدي ومعلقتين كبار سكر ومعلقتين لبن بودرة ونص معلقة ملح ومعلقة خميرة كبيرة او معلقتين صغيرين. لو عايزين تستخدموا بدل اللبن ميه مفيش مشكلة، عايزين تستخدموا المقدار كله لبن مفيش مشكلة، ما عندكوش لبن وعايزين تحطوا زبادي برضو مفيش مشكلة. كده حطيت المية واللبن في بولة، هنزل برضو بالخميرة والسكر واللبن البودرة والملح وادوبهم زي ما انتوا شايفين كده. وصفتنا النهاردة هعملها بكيلو دقيق، لو حابين تعملوا نص المقدار تقسموا بقى كل حاجة، يعني بدل كوبايتين ونص لبن ومية تبقى كوباية وربع بس، وبدل نص كوباية السمنة تبقى ربع كوباية سمنة. كده انا قلبت المكونات كلها في بعض. طبعا السمنة انا مش هحطها دلوقتي خالص، زي ما انتم شايفين كده السمنة هتبقى اخر خطوة معانا. معايا بقى مقدار كيلو دقيق نخلاه طبعا قبل ما استخدمه. خطوة اساسية عشان اي عجين يطلع معاكم كويس ويطلع ناجح لازم تبقوا نخلين الدقيق. كده انا زي ما انتم شايفين كده قلبت المكونات كلها، ده بقى اعجن بايدي. خطوة أساسية كمان عشان العجين يطلع معاكوا كويس وناجح، تعجنوا العجين كويس فترة، يعني كل ما تعجني في العجينة كتير كل ما تديكي عجينة جميلة وطرية. زي ما انتم شايفين كده حبايبي طبعا انا بدأت اعجن. طبعا مفيش مشكلة لو عجنت ولقيت ان هي محتاجة مية، انا كده ضفت نص كوباية مية تاني لان هي بتختلف من دقيق لدقيق، فاحنا بنضيف المية على حسب ما العجينة هتاخد معانا. طبعا هكمل عجني كده. انا كده خلاص مش هضيف لها حاجة تاني، هفضل اعجن فيها بس. طبعا زي ما انتم شايفين كده العجينة انا فضلت اعجن فيها، لازم يكون فيها التلزيقة اللي انتم شايفينها دي عشان ابدأ اضيف خطوة السمنة. كده هبدأ اضيف نص كوباية السمنة اللي انا قلتلكوا عليها وابدأ اعجن تاني لحد ما العجينة تلم معايا وتبقى طرية وما تبقاش بتلزق خالص. زي ما انتم شايفين طبعا يا حبايبي كده ببدأ اعجن في العجينة وادخل السمنة فيها كلها. شايفين اصلا العجينة خلاص ما بدأت تبقى حلوة ما بتلزقش. كل ما تعجنوا في العجينة كتير زي ما قلتلكوا كل ما تطلع معاكوا عجينة ناجحة وطرية. هسيبها بقى تختمر لمدة ساعة لو في فصل الشتاء، ولو في فصل الصيف تبقى نص ساعة، لان زي ما انتوا عارفين العجينة في الصيف بتطلع قبل الشتاء. زي ما انتوا شايفين هسيبها تختمر وارجع لكم تاني. هعمل معاكم بقى العجوة. انا مرضتش اعملها من غير ما اوريها لكم عشان تبقوا عارفين برضو انا عملتها ازاي. معايا طاسة هنا على النار حطيت فيها معلقتين سمنة بلدي، من العجوة في الصينية بتاعتنا كده، وحطيت عليها سمسم ابيض
وبدأت اقلب فيها زي ما انتم شايفين كده. وطبعا رجعت لكم تاني بعد ما العجينه اختمرت. شايفين ما شاء الله بجد العجينه. الم العجين كده زي ما انتم شايفين، وهبدأ اخد من العجين كور صغيره واكور الكميه كلها. يعني هعمل العجين كله زي ما انتم شايفين كده، باخد حته عجين واكورها. مش عليكم كده انا كورت العجين كله، عملتها كور زي ما انتم شايفين كده. حاجة مهمة برضو تانية اقولكوا عليها، لو العجوة بتاعتكوا ناشفة وانتوا حاطينها على النار ولقيتوها ان هي لسه ناشفة ما اضطرتش، تقدروا تضيفوا عليها ربع كوباية مية، هتضطر معاكوا. طبعا انا خدت كده العجوة بعد ما بردت وبدأت احطها على الرخامة واعملها صوابع زي ما انتوا شايفين كده، زي صباع البقسماط بالظبط يعني. ابدأ افرد فيها. هكمل بقية الكمية واوريكوا شكلها برضو. زي ما انتوا شايفين كده انا عملت مقدار العجوة كله زي ما انتوا شايفين كده بالطريقة دي. ابدأ بقى اعمل معاكم القرص. خدت كورة من العجين وبدأت افردها زي ما انتوا شايفين كده. عادي بفردها بايدي لانها سهلة جدا يعني. ابدأ بقى احط العجوة اللي انا قلتلكوا عليها وعملتها معاكم، وابدأ الف العجين زي ما انتوا شايفين كده. بلف العجين حوالين العجوة. بعد ما لفيته كده ابدأ بقى افرد فيه تاني. الخطوة دي اساسية عشان القرصة تطلع معانا في الاخر هشة وجميلة. ببدأ بقى بعد ما فردتها كده اقفلها من ناحيتين كده ببعض، اوصل الناحيتين ببعض واقفلها، واجيب مقص كده خاص بالطعام وابدأ اقص. ما بقصش للاخر، بقص زي ما انتم شايفين كده قبل الاخر بشوية، تديني الشكل الجميل ده. طبعا ما حبيتش اطول عليكم واعمل القرص كلها معاكم، هبدأ اكملها وارجع لكم تاني. وده كده يا حبايبي زي ما انتم شايفين شكلها النهائي بعد ما عملتها. هبدأ بقى ادهنها. جبت بضاية حطيت عليها باكو فانيليا، وهدهن كده القرص الوش بتاعها كله، واحط سمسم ابيض. حبايبي لو ما بتحبوش البيض في القرص والكلام دوا، تقدروا تحطوا لبن على فانيليا وتدهنوها وتحطوا سمسم. كده يا حبايبي انا سبت العجين يرتاح لمدة نص ساعة وهرجع اسويه وارجع لكم تاني. طبعا شايفين شكله يا حبايبي جميل ازاي، بجد تحفة تحفة. ده شكله كده بعد ما استوى وخلص معاكم. اتمنى بجد ان يكون عجبكم وتجربوه، حقيقي بجد مش قادرة اوصف لكم جماله. حاجة سهلة وبسيطة كده في البيت. وده كده كان المقدار كله. شايفين كيلو الدقيق عمل لي كمية كبيرة ازاي. تقدروا تستخدموا نص كيلو دقيق لو مش عايزين تعملوا الكمية دي كلها، وتقسموا المقدار زي ما انا قايله لكم. بجد شايفين القرصة هشة ازاي وجميلة، وبجد قطنية وحاجة كده جميلة بجد، عظمة يعني. شايفين من القلب بتاعها، القلب بتاعها جميل جدا. طبعا انا سويتها في الفرن من تحت، ورجعت اديتها وش من فوق عشان تاخد اللون الدهبي اللي انتوا شايفينه دوت. حاجة كده جميلة بجد وقطنية جدا وطعمها خرافي بجد. اتمنى ان انتوا تجربوها. طبعا كيلو دي عمل لي المقدار الجميل ده كله، تقدروا تحتفظوا بيه وتاكلوه في اي وقت. حاجة كده جميلة يعني. انا مش عارفة بجد اوصف لكم العظمة دي ازاي. تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وحقيقي بجد لو بتتفرجوا لاخر الفيديو شكرا ليكم، ومع السلامة. اسيبكم بقى مع العظمة دي. باي باي.